أهلا وسهلا. قصتنا اليوم كتبدا سنة 1950 بالبرازيل. هذاك الوقت كان نهائي كأس العالم ما بين البرازيل والأوروغواي، وكان الجمهور البرازيلي متبع النتيجة بفارغ الصبر، لدرجة أن الأطفال كيتفرجوا في الماتش في التلفزيون من فوق السطح ديال القهوة، حيث ما عندهمش فلوس باش يحضروا للمباراة. ولكن في الدقيقة الأخيرة الأوروغواي غتسجل هدف على البرازيل، وغتكون نتيجة 2-1، وغادي يفوز الأوروغواي على البرازيل في سنة 1950. هذيك الوقيته غيكون واحد الولد اسمه دياغو اللي شاف باه كيبكي لخسارة البرازيل، تقرب عند باه بكل براءة وقال ليه أنا اللي غادي نجيب كأس العالم، وهذا وعد مني. هنا ابتسم الأب وقال ليه أنا غادي ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر. تاني يوم دياغو كان مع الأم ديالو اللي كتشتغل خدامة في البيوت كيساعدها. واحد شوية تفارقت معاه ومشات لغرفة قريبة ليه، وهو يجي ابن صاحب البيت اسمه خوسيه ومعاه صحابه، وهو يقول الأصدقاء ديالو أنا غنولي لاعب محترف مثل فلانتينو مازولا إيطالي. وهنا غيقول لهم دياغو حتى أنا غادي نكون بيلي. هو يضحك عليه خوسي وقال ليه بالي ماشي بيلي. علاش؟ حيت أنا داك حارس مرمى برازيلي كان اسمه بالي، وبقى كيستهزأ به حيت هو ابن الخدامة، وقال ليه اش عرفك في كرة القدم. ولكن دياغو ما تحملش الإهانة وضربه بالكرة على خوسيه، وجات الأم كتعتذر من خوسيه باش ما تخسرش العمل نتاعها عند الأب ديالو. وهذيك الوقيته دياغو سمعهم كيتكلموا على شي واحد اسمه فلاديمير كان كيبحث على المواهب في كرة القدم باش يضمهم للفريق سانتوس البرازيلي. وبالفعل دياغو مشى لعند الأصدقاء ديالو وكون فريق وشارك في الإقصائيات باش يفوز، ولكن للأسف كل شيء بدا كيضحك عليهم حيت كيلعبوا حفيانين وما عندهمش أحذية رياضية وما عندهمش فلوس باش يشريوها. وهنا قرر دياغو الملقب بيلي بأنهم يشفروا أكياس الطحين ويبيعوها باش يشريوا بها أحذية رياضية. وبالفعل سرقوا الأكياس، ولكن ملي وصلوا النهائيات كانت مباراة ما بين فريق بيلي وفريق ديال خوسي. الكل كان كيستهزأ بهم حيت ما عندهمش أحذية رياضية، ولكن فجأة جاء صديق دياغو وجاب أحذية، ولكن للأسف الأحذية كانت بالية وماشي في المقاس ديالهم. وملي علموا على المباراة قالوا فريق خوسي ضد فريق بيلي، ولكن الجمهور كيضحكوا كيستهزئوا على هذا الاسم بيلي. لكن دياغو ما اهتمش لهذا الموضوع وقال لهم هذا اللقب نتاعي. فلاديمير كان حاضر باش يختار اللاعب الموهوب اللي غادي يضمو الفريق، وكيشوف ان فريق خوسي كيلعب بكل مهارة، لكن فريق دياغو كانوا متقيدين باللعب بالأحذية كبيرة اللي ماشي في المقاس ديالهم، والناس كلها كتضحك عليهم لأنهم ما كانوش يقدروا يتحكموا في الكرة. لكن أب بيلي كان واثق في المهارة ديال بيلي، وبعد مرور دقائق قال لهم بيلي ينزع الحذاء ديالو وبدا كيلعب بالمهارات اللي كان كيلعب بها في الشوارع، وفعلا طلعت الإمكانيات الكروية ديالو. أول هدف ليه أصدقائه بحاله ما اهتموش للناس ولعبوا بأقدام حافية ولعبوا بمهارات ديالهم وبدون تصنع، وبعد وقت قصير جابوا الهدف الثاني، وبعدها الهدف الثالث والهدف الرابع، وفي الدقيقة الأخيرة بيلي سجل الهدف الخامس. لكن للأسف الحكم أطلق صفارة النهاية، والنتيجة خسارة فريق بيلي 6 أهداف مقابل 5 أهداف. ولكن المتفرجين كانوا كيهتفوا على بيلي رغم خسارة فريقه لأنهم انبهروا باللاعب ديالو، وكانت هذه أول مرة بيلي غيفرح الأب ديالو ويرفع الراس ديالو. وأيضا
الاب ديالو فرحان ومفتخر به. وفي هذا الاثناء فلاديمير اعطى بطاقه للاب دياغو باش يحضر الاختبار فريق سانتوس، لكن فجأة اصحاب الاكياس شافوهم وتبعوهم، لكن دياغو وصديقه دخلوا لواحد الحفرة باش يتخباو فيها. لكن للأسف في ذاك الوقت كان المطر غزير جدا مما أدى إلى انجراف التربة، وبسرعة خرج بيلي، لكن صديقه تعطل وتردم عليه التراب في الحفرة رغم محاولات بيلي لإخراجه. لكن للأسف ملي جاو شي عمال حاولوا ينقذوه ولقاوه فقد الحياة. وهنا بيلي حزن على الصديق ديالو وحس بالذنب وبأنه هو السبب، وقرر أنه يعتزل كرة القدم وينتبه للدراسة ديالو ويشتغل مع باه. وفعلا التزم بهذا الوعد واشتغل مع باه كعامل نظافة في المستشفى، وتخلى نهائيا على الموهبة ديالو الكروية واعتزل الناس كاملين. لكن باه قال ليه أنا فاش كنت كنلعب كرة القدم بالمانجا، ومن خلالها كنتعلم التوازن، وبدا كيحاول يشجع في بيلي باش يرجع الموهبة ديالو ويرجع يلعب من الجديد. وبالفعل بيلي اقتنع، بدا كيلعب مع باه يوميا بالمانجا، ويوم بعد يوم بيلي كيكتسب مهارات جديدة وبمستوى أكثر وأكثر. ومرات أيام طويلة كبر شوية ومازال كيتدرب بالمانجا مع الأب ديالو في أوقات الفراغ. وهنا بيلي شافت بأنه فرحان بداك الشيء اللي كيعمله. هنا قررت الأم أنها تاخذ بطاقة فلاديمير إلا كانت محتفظة بها لمدة 7 سنوات، وراحت عند فلاديمير وتكلمت معاه بخصوص بيلي. وهنا ملي غيرجع بيلي غيلقى فلاديمير في الدار كيتسناه، وقال له اشنو رأيك تجي لاختبارات فريق سانتوس. وهنا ايقن بيلي بأن الأم هي اللي تكلمت مع فلاديمير، لأن الأم ديالو عرفات بأن السعادة ديالو في هذاك الشيء اللي كيحب الابن ديالها. وهنا سلم على الأهل ديالو واتخذ أول خطوة في تحقيق الحلم ديالو، دخل في أول اختبارات وبالفعل نجح فيهم والتحق بفريق سانتوس للشباب. لكن هنا بيلي ما عرفش يلعب حسب توجيهات المدرب الجديد، لأن بيلي ملتزم بواحد الطريقة كيلعب بها والمدرب كيعتبر هذيك الطريقة غلط. وهنا بيلي حس بالإحباط والفشل والمستوى ديالو نزل أقل من المطلوب. بعدها قرر يترك الفريق ويرجع للأهل ديالو وينسى هذاك الحلم اللي كيحلم به. لكن فلاديمير شافه وصل عليه المحطة ديال التران وسولو علاش خليتي الفريق ومشيتي. قال ليه لأن المدرب كيشوف اللعب ديالي غلط وبأن الطريقة ديالي تقليدية. وهو يقول ليه فلاديمير واحد الوقت البرتغاليين ملي وصلوا للبرازيل كان معهم عبيد أفارقة، هما كانوا كيهربوا وباش ينقذوا راسهم اختاروا أسلوب دفاع وسموه أسلوب جانكا. وبعدها الجانكا تطورات ودخلت لكرة القدم. لكن بعد هزيمة 1950 كل المدربين ابتعدوا على هذه الطريقة واتبعوا الطريقة الأوروبية الحديثة، هي اللي بغى يدير معاك المدرب. ولكن أنا مؤمن بك، أنا متأكد بأنه عندك قوة أسلافنا القديمة بالجانكا، وأنا عارفك أنك حد الآن محتفظ بهذه القوة. أنت لازمك تآمن بها وتثق بنفسك وبقدراتك، ولا ما قدرتيش تآمن بنفسك إلى جاء تران غير ركب فيه ورجع لداركم. ولكن بيلي فكر مزيان وتراجع على هذا القرار ورجع للفريق ديالو. لكن هو كان حير ما بين الطريقة التقليدية والطريقة الأوروبية. واحد المرة كيلعب ووقع في الأرض وتفكر الأب ديالو ملي كان كيلعب معاه بالمانجا. وقتها عرف اشنو خاص يختار وحس بنفسه وغادي ينطلق في اللعب، وبدا كيشجع في نفسه وكيقول بينه وبين نفسه هذا أنا وهذه القوة ديالي ونقدر نلعب ونقدر نفوز، وأنا مؤمن بالقوة اللي كنمتلكها لأنني أنا هو بيلي. وبانطلاقة وحدة
قدر أنه يسجل هدف، لكن فجأة المدرب قال له: أشنو هذا اللي درتي؟ رد عليه بيلي وقال له: أنا آسف. وهنا ضحك المدرب وقال له: ما تأسفش، أنا بغيتك توريني الفوز. وهنا بيلي قدر أنه يآمن بالموهبة ديالو أكثر وسجل 4 أهداف في مباراة واحدة. وبمرور السنين بيلي تطور أكثر وأكثر ولا هو الهداف الأساسي لفريق سانتوس. وكل هذا الشيء يلاه كان في عمره 16 سنة. وواحد النهار كان في إجازة مع والديه، وثاني يوم كان هو اليوم المحدد لإعلان الموافقة عليه بالمنتخب، حيث هو كان خاصو يطلع للمستويات أعلى. وهنا بيلي قال لهم: أنا صعيب يختاروني لأن عمري 16 سنة وهذا الشيء مستحيل. وفجأة سمعوا خبر في الراديو والمذيع كيقول: تم اختيار أصغر لاعب للمنتخب سانتوس واللي عمره 19 سنة، هو الاسم ديالو مازولا. وهنا بيلي بقى فيه الحال حيث ما اختاروش. لكن واحد شوية والمذيع يعتذر ويقول: أصغر لاعب تم اختياره هو دييغو 16 سنة والملقب ببيلي. وهنا بيلي من الصدمة ما قدرش يتحرك وبقى ساكت. وهنا أهله فرحوا به بزاف، ومن بعد قدر أنه ينضم لمنتخب بلده وسافر باش يحضر المؤتمر الصحفي. هنا تلقى مازولا هو نفسه خوسيه اللي كان كيضحك عليه وهو صغير. لكن في المؤتمر سولوهم: واش غتلعبوا بأسلوب جانكا ولا بالطريقة الأوروبية؟ لكن هنا بيلي غير رد عليهم وقال: أسلوب جانكا علمنا كيفاش لعبوا، ما حتى شي واحد يستهزأ بهذا الأسلوب. هنا دخل المدرب وخدا الميكرو وقال لهم: حتى واحد ما غادي يلعب بطريقة أسلوب الشوارع، غادي نلعبوا بطرق متحضرة أوروبية. وهنا المدرب جلس مع بيلي وقال له: ممكن أنا الطريقة جانكا نجحت معك بسانتوس، لكن لعب المنتخب البرازيلي مختلف جذريا، وكنصحك أنك بلا ما تستخدمها. وهنا كان واحد الاختبار الأخير لتحديد اللاعبين اللي غيلعبوا في الفريق المنتخب. لكن بيلي كان كيلعب بشكل سيء جدا وما كانش كيسمع من المدرب ولا من الطريقة اللي باغيها المدرب. بيلي بدا كيشك في القدرات ديالو بنفسه ولا متوتر بزاف وما عرفش كيفاش يلعب. ولكن فجأة جاته واحد الضربة في الرجل ديالو خلت ليه واحد الإصابة قوية جدا، وحس بأن مستقبله الكروي ضاع وغادي سالي. من بعد اتصل بالأهل ديالو وقال لهم: أنا آسف لأنني خليت قرايتي وتبعت كرة القدم. وقال لهم: أنا كنعتذر منكم لأنه وقعت لي إصابة في رجلي وإصابة قوية، محال نقدر نلعب كرة القدم وغادي تنتهي مسيرتي الكروية. لكن بيلي غادي تشجعه وقالت له: أنا معاك للأبد وغادي نساندك مهما صار وغادي يصير. وبعد مرور وقت جد قصير بدات مباراة كأس العالم. السويد فازت على المكسيك، أما مباراة البرازيل وإنجلترا غادي تصابوا 3 من اللاعبين ديال البرازيل. وهنا المدرب ما كان عنده حتى شي حل تاني إلا يدخل بيلي وخا مازال ما تحسن من الإصابة ديالو. هنا قرر أنه يدخل بيلي وهو مصاب، وكانت المباراة ضمن الاتحاد السوفيتي وبيلي ما عرفش اش من طريق يتبع، وحتى الإصابة اللي في الرجل منعته أنه يلعب بشكل جيد، وكانت أفكاره متشتتة، وكان عارف أن المباراة الجاية هي ضد فرنسا. وبالشوط الأول خسروا مباراة وإنجلترا تفوقات عليهم بهدف. وفي الاستراحة ديال الشوط الأول بيلي تلاقى بخوسيه وقال ليه: أنت الوحيد اللي تقدر تجيب لنا الفوز، وأنت الوحيد اللي تقدر تغير نتيجة اللعب، وبلمسة واحدة من عندك نصيحة واحدة
كنقدمها لك، آمن بنفسك وآمن بطريقة جانكا. وفعلا اقتنع بالكلام ديالو وخرج للملعب وقدر يسيطر على الخوف ديالو، ورجع يلعب باحترافية عالية جدا، وبانطلاقة واحدة اخترق الدفاع وسجل أول هدف للمنتخب البرازيلي، وزاد شجع وسجل الهدف الثاني لدرجة أن الأمر ولا سهل عنده، وسجل الهدف الثالث والأخير، وانتهت المباراة بفوز البرازيل ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وبيلي هو اللي سجل الأهداف. وهكذا بقى بيلي كيكتسح الفرق كاملة بهذه الطريقة حتى وصلوا النهائي اللي كان ضدهم الفريق السويدي، وهو اللي كان أقوى فريق في البطولة آنذاك. وهنا أب بيلي تكلم معاه في التليفون، قال ليه شفت طريقة اللعب ديالك الأخيرة وعرفت باللي هي هذيك الثقة اللي بغيتها منك، انت لازمك تخلي موهبتك والجانكا في راسك حتى تحققوا الفوز بالبطولة. وفي ثاني يوم بيلي تكلم مع الأصدقاء ديالو، قال لهم اجوا نلعبوا بالكرة حتى نوصلوا للمنارة، لكن بطريقة جانكا، وكل واحد يلعب بالمهارة ديالو ويحتفظ بالكرة. وهنا الأصدقاء ديالو تحمسوا وطلعوا المهارات ديالهم اللي كيلعبوا بها في الشوارع. المدرب كيشوفهم فرحانين بالطريقة ديالهم البرازيلية التقليدية وعجبوا الحال. ونهار الثاني المدرب هو يقول لهم قدامنا 2 طرق، الأولى هي الطريقة ديالي ولا لعبتوا بها أكيد أننا غادي نخسروا، أما الطريقة الثانية وهي الطريقة ديالكم ولا لعبنا بها أكيد أننا غادي نفوزوا. وهنا بيلي وأصدقائه عرفوا بأن المدرب أخيرا اقتنع بالأسلوب ديالهم وبطريقة الجانكا. وأخيرا جاء يوم المباراة المصيرية للبرازيل، وهنا المنتخب البرازيلي لبس اللون الأزرق لأنهم ضيوف على المنتخب السويد. ومن اللي بدات المباراة السويد جابت الهدف الأول، واحد شوية بيلي كيقلب على جمهور البرازيل لقاهم قلال، وعرف بأن أهله وأصدقائه كلهم كيتسناوه يرجع وهو فايز. وفي ثواني قليلة بيلي وهو تغير وبدا يبين لهم السر ديال جانكا اللي كان مخبيه، وهو يهجم هجمة خطيرة جدا، وصل المرمى وسجل الهدف الأول للبرازيل، وقدروا يجيبوا أول هدف تعادل ضد أقوى منتخب آنذاك بالبطولة. وهنا الفريق تشجع بداك الهدف وزاد الهدف الثاني. الفرحة وصارت في البرازيل فرحة عارمة، وما كانوش متوقعين هذا الشيء اللي وقع ملي يلعبوا بالمهارات ديالهم التقليدية القديمة. وهنا ابتسموا لبعضهم وحسوا بحرية تامة. أما والد بيلي كان كيشوف الناس اللي حداه فرحانين للفوز لمنتخبهم لدرجة أن راجل شيب كيبكي من الفرحة. وهنا والد بيلي حس بالفخر بابنه، وبعدها بيلي سجل الهدف الثالث وقدروا يسجلوا حتى الرابع، وهنا جاء الهدف الخامس القتالي والأخير، وانتهت المباراة بفوز البرازيل 5 أهداف مقابل 2 ضد السويد، وهما اللي خدوا كأس العالم. وبيلي أغمى عليه من الفرحة، والشعب البرازيلي نزلوا الملعب واحتفلوا بأول كأس العالم يفوزوا به. وأسطورة بيلي كان أصغر لاعب في بلاده، وكل الشعب البرازيلي كان مفتخر به وبمهاراته. ومرور السنين بيلي فاز ب3 نهائيات كأس العالم، فاز بسنة 1958 و62 وبعدها 1970. وفي وقتها بيلي كان أسطورة البرازيل لكرة القدم، وكانت أبرز إنجازات بيلي 3 كؤوس العالم لدوري برازيلي لكرة القدم، كأس كوبا، بطولة الأندية أمريكا اللاتينية، جائزة لاعب القرن لكرة القدم المقدمة من الفيفا، الكرة الذهبية عام 1970، أصغر فائز بكأس العالم، أكثر مسجل أهداف ثلاثية بمجموعة 92 مرة، أكثر من صنع تمريرات حاسمة في كأس العالم.
أي لقب يليق به أكثر من الأسطورة، فهي تأتي مرة واحدة وعندها ترى ملايين السرديات. طوى النجم البرازيلي 82 سنة ورحل في نهاية 2022 ليجتاح القارات العالم الخمس طوفان من الرثاء. سيرة طويلة للاعب استثنائي تخطت شهرته نجوم هوليوود ورؤساء دول، وغير من شكل كرة القدم داخل وخارج المستطيل الأخضر، ولقى إجماعا من محبيه وخصومه الرياضيين على السواء. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.